السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني متتبعي قناتكم يوميات فلاح. أرحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نهضر لكم على كيفية زراعة القرعة الحمراء بطريقة سهلة جدا، تسهل على السيد اللي غادي يزرعها باش تسهل عليه السقي، وتسهل عليه كذلك أنه يربح المسافة ديال الزراعة ديالها. فهي طريقة سهلة وبسيطة ومعروفة، فما تمشيوش بعيد والتقيكم بعد هذا الفاصل. فأول حاجة كنقوم بها هو كنجيبو الفاس ولا العتلة، وكندير واحد الخط تقريبا على حسب شنو شحال من الحبة باغي تزرع ديال القرعة. بالنسبة لي أنا هنا درت متر تقريبا ولا متر وعشرين، وكنحفر بمقدار واحد 20 حتى 30 سنتيم ديال الغرق تقريبا على حسب كيف كتشاهدوا. من بعد كنجيب الراطو وكنحاول نلقى التراب في الجنبات ديال ديك الحفرة بحال هذا الشكل هذا. من بعد كنجيب المواد العضوية ولا مزير طبيعية. بالنسبة لي أنا جبت ديال الدجاج لأنني عندي هاد بوفرة، فكنستغلو. وهاد المزير ديال الدجاج فهو مواد معدنية طبيعية قوية. وبالنسبة لهاد المخلفات ديال الدجاج أو المزير اللي كتشاهدوا هنا، إن شاء الله غادي نحاول ندير واحد فيديو نتكلم عليه لأنه مهم ومهم جدا بالنسبة لإغناء التربة وخصوبتها. مهم من بعد ملي كندير هذاك مزيل ديال الدجاج كنغطيه بالتراب ونحاول ندكو، ثم بعد ذلك نحاول تاني من بعد نجيب التراب وندير ليه بهذه الطريقة هذا، نحاول نحوض عليه بهذا الشكل هذا باش كيبقى مزير في الأسفل، والتراب كيبقى الفوق يحبس الماء. وباش هو اللي نوضع فيه دوك الحبات ديال القرعة. انا بالنسبه للقرعة كناخد الحبات الممتازة. نشوف شي واحد كيبيع هاد الزريعة ديال القرعة الحمراء اللي تكون بجودة عالية وتكون كتنوض دغيا بسرعة كبيرة. ما ناخدش اي حاجة ونزرعها، خصني ضروري كتكون بذور مختارة. ومن بعد كندير فهادوك اللي عاليين، دوك اللي درت عليهم بالتراب اللي عاليين طالعين، كندير حبة حتى لجوج باش الا ما ناضتش وحدة تنوض الاخرى بهذا الشكل هذا. وكنخلي مسافة بين الحبة والحبة تقريبا واحد 20 ولا 30 سنتيم. بعد ذلك كنسقي هاد المكان اللي هو منخفض اللي فيه مزير، نسقيه بكثرة لأنه بعد السقي ما نسقيش الجنب، لأن هذاك الماء غادي يطلع على هذاك التراب اللي درت فيه هنايا الحبات، باش في نفس الوقت أن الماء كيطلع بواحد الكمية اللي هي لا بأس بها، كتعطي واحد الرطوبة لديك الحبة ديال القرعة الحمراء باش كتنبت. كيف كتشاهدوا هو الماء عندي لتحت، وبشويه بشويه هذاك التراب كيمتص هذاك الماء باش كتولي الرطوبة في الحبة اللي درت فيها القرعة باش كتنبت كيف كتشاهدوا هنايا بهذه الطريقة. ونداوم على السقاية في كل 3 أيام نسقي مرة. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا معنا، والتقيكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.